برشا ناس قاعدين يتسائلوا كيفاش عملنا الفيلم هذاك، وخاصة كيفاش نجمنا نخرجوا حاجة كيكا، قداش صرفنا. باش نحرق عليكم من تو، راهو لو بادجت على الاخر الفيلم. خليني نبدا لكم القصة من الاول. كنت قاعد في القهوة، حكيت راسي، جبت ورقة وستيلو، كتبت السيناريو، بعد مشيت صورت الفيلم، بعد روحت حطيته في البيسي، نزلت على فيلسا، منتج وحده، يباز ليه؟ هذا اللي عبدش في بالك قلت لهم عملت فيلم. قبل ما نبداو نفكروا في الممثلين ولا في الماتريال، لازمك قبل كل شيء تلقى الفكرة اللي باش تصور. بعد ما لقينا الفكرة باش نحولوها الى سيناريو، باش ما نفوتكمش بالحديث. الفيلم اللي باش تعملوا باش تعدى على 3 حاجات. اول حاجه فيهم اللي هي البريباراسيون، يعني السيناريو، الديكوباج تكنيك، اللي فيش الكل يحضروا. بعد ما نشوفوا البريباراسيون بتاعنا حاضره، نتعداو للتورناج. وين غادي باش تستعمل اللي حضرته في البريباراسيون الكل باش يتصور. سي بون لهنا كملنا البريباراسيون، كملنا التورناج، توا نتعداو للبرودكسيون. واللي العباد ماشي في بالها اللي البرودكسيون فيها كان المونتاج اللي بفلسه تنجم تخرج بها فيلم. لا مش هكاك، لهنا في البوست برود باش نلقاو المونتاج، باش نلقاو الميكساج، باش نلقاو ليتالوناج، باش نلقاو البرويتاج كان استحقينا، باش نلقاو الميوزك بروديوسر وغير وغير وغير. يلا بويز تو نجيبوا ورقه وستيلو ونبداو نحضروا. هذا يحيد مونتاج شطر لفري وحيد مونتاج كامل. اجا نسهلوها على بعض. نبداو بالسيناريو واللي لازمك تركز فيه، على خاطرك باش تحط فيه الديتايات اللي باش يصيروا في الفيلم الكل. لازم كل ديتاي تكتب من غير حتى امبروفيزاسيون. ممكن ساعات هكا تتحط في موقف نتاع امبروفيزاسيون بسيطه، والا نتاع عندك اكتور كاسح باش يمبروفيزي في حاجه، اما مش نتاع اوكي سي بون الممثلين حاضرين وجوهم باهي على الاخر. ما نعرفش، هو انا قاعد نخمم هو كان السكريبت اللي كان باش يقراه الممثل هذاك كان تعطيه للطفله تقراه. اي طفله ذيك تقرا سكريبت. يا ما نحفظ كان الرول نتاعي. يشمني فيك كان عينك احفظ السيناريو كامل انا يا عجبكش زاد. توا نتعداو للديكوباج تكنيك، وهو تحويل السيناريو نتاعنا من نص مكتوب التابلو، تحط فيه كيفاش باش تاخذ كادرويك، تحط فيه الصون تاعك، الموسيقى، الاكتينج، اي حاجه عندها علاقه بالتكنيك. ديجا اسمه ديكوباج تكنيك، وهو حاجه لازمه على الاخر خاطر باش يسهل عليك الخدمه برشا في وسط التورناج. معكم فارس من المونتاج. ريت كان يوصل الفيديو ذا 50,000 لايك. بارتاجي معكم السيناريو ديكوباج بلاش. وي 50,000 لايك خاطر تعبت عليه ران، تعبت عليه. البريباراسيون بتاعنا حاضره وكل شيء حاضر. نمشيو توا للتورناج. وين التيم بتاعك موجوده، اكتوراتك حاضرين، عامل الكاستينج بتاعك، عامل بروفاتك وجوك به. حق ريتوه اللوميير، الضوء هو الكينج في التورناج. يعني ريت كان عندك لوميير بريقله تنجم تصور حتى بتليفون. الالوان، الضوء وليزامبر، هذا الكل تنجم تحكي بيه قصه قبل ما اي اكتور يتكلم. الفيديو هذا يتصور على 3 مرات، هذاك علاش انا تو لهنا فهمتني ولا؟ الفيديو هذا نورمالمون راه هبط عنده عام، مي مالوريزمون انا عندي ديبرسيون. تو نجيو للمونتاج. اول حاجه لازم يبدا عندك سكريبت جاي من التورناج باش يسهل عليك الخدمه، خاطرك باش تختص فك الروشيت وكا الصون ذاك الكل ما تعرفش اناهي اللي تابعه اناهي، وباش تدخل بعضك على الاخر وباش تتعطل اكثر في الخدمه. دونك لازمك سكريبت. تخيل معايا انت مونتور نتاع فيلم والا تخدم في الصون، وبعد تبالفيد صار في التورناج تجي تحل الكارته تلقى فيها اكثر من 2000 روش. دونك باش نتفاداو هذا الكل تولي ترجع للسكريبت اللي باش يسهل عليك الخدمه، وتولي تعرف اناهي البون واناهي الموفيز واناهي الروش اللي تابعه اخت. في البوست برود نعملوا الفيرسيون درافت نتاعنا واللي باش تفهمنا اكثر الخدمه. اما بالله برس امكم ما تطيشوش الموسيقى كيما جاي في الفيلم. هو الصون والموسيقى في الفيلم ياسر حاجات مهمين، مي لازمك تعرف كيفاش باش تحطهم. فما وقت كي باش تحط فيه الموسيقى باش تفسد لك السين الكل، كيما فما اوقات ما تحطش فيها موسيقى تولي السين ماسطه على الاخر وناقصتها حاجه. بغيف ما نجمش نعطيكم الديتايات الكل اللي صاروا في الفيلم ولا اللي يصيروا في الفيلم في فيديو واحد. اما كان عجبكم الستيل ذا نتاع الفيديوهات حطوا لي في الكومنتات ونعمل لكم سيري على كيفاش تعمل فيلم من اج جوسكا زد. وكيف كان عندكم اي اسئله على اي ايتاب باش تتعداو بها تنجموا تحطوا لي زاد في الكومنتات، والا تنجموا زاد تلقوني في الانستغرام تلقاو لي في الديسكريبسيون. متواضع راني جاوب، متواضع جاوبكم به. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. كان عجبكم الفيديو اعملوا لايك، كان ما عجبكمش زاد اعملوا لايك وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم اللي يحبوا يعملوا افلام والا المغروبين بالسينما والا اللي هو. وكان تحبوا زاد نعملوا فيديوهات اخرين في ستيل ذا بعد كل بروجي نعملوه قولوا لي زاد في الكومنتات. بيس لوف